يا صباح الفضايح والأسرار اللي محدش يعرفها. في أماكن على الخريطة الخروج منها أصعب بكتير من دخولها. النهاردة هتدخل معايا في دايرة من الأسرار، من شوارع الصين اللي بتبيع الوهم تحت كشافات النور لحد تقاليد في الهند بتجبرك تشك في كل اللي تعرفه عن المنطق. ناس بترمي أجسامها تحت الرجلين عشان تمسح ذنوبها، واتنين بيلفوا في دواير ملهاش نهاية. حتى اللعب بالعملة والفاكهة وراه فخ كبير انت الضحية فيه. افتح عينك كويس، ركز في كل دقيقة عشان اللي هتشوفه ده ملوش تفسير. ويلا بينا. تعال بقى أوريك أغرب التقاليد الدينية اللي بيعملوها في دول في آسيا زي إيران وباكستان. وزي ما انت شايف بيجيبوا قطع من الحديد أو السلاسل ويسخنوها على النار، وبعد كده بيمسكوها بإيديهم كنوع من التعبير عن الحزن والحداد على موقعة كربلاء. واللي هيصدمك بجد إن علمياً لمس المعادن اللي درجة حرارتها بتعدي 500 درجة مئوية بيسبب حروق من الدرجة الثالثة في ثواني. لكن الناس هنا بيدخلوا في حالة نشوة روحية بتخلي الدماغ يفرز كميات مرعبة من الإندورفين، وده مسكن طبيعي بيخليهم يتحملوا ألم مستحيل بشر طبيعي يتحمله. سيبك بقى من النار والسلاسل وتعال شوف الحاجة اللي هتجنن عقلك بجد. تعال بقى أوريك أغرب التقاليد الدينية اللي بيعملوها في الهند. تخيل نفسك تنام في الأرض علشان واحد يعدي عليك. مش عايزك تستغرب، بس الناس في الهند بتعمل كده، وعندهم اعتقاد إن الشخص اللي بيعدي عليهم ده أو الكاهن بيكون جواه بركة بتمسح خطاياهم وكمان بتجيب لهم الرزق. واللي ما يعرفوش كتير إن الطقس ده اسمه مادي سنانا، وفي ناس بتعتقد إن العرق اللي بينزل من الكاهن وهو بيعدي فوقهم هو ده العلاج اللي بيشفي الأمراض، لدرجة إنهم بيتنافسوا مين ينام في الطريق الأول عشان يضمن النصيب الأكبر من البركة. سيبك بقى من موضوع البركة وتعال شوف أغرب طقوس الجواز اللي النار فيها هي الحكم. تعال بقى أوريك أغرب الطقوس الدينية اللي بيعملوها في أفراح الهند، وطبعا كلكم عارفينها وشفتوها في التلفزيون، وهي إنهم بيلفوا حوالين النار. واللفة دي يا سيدي معناها حاجات كتير جدا، والمعلومة اللي هتجننك بجد إن اللفات دي لازم تكون 7 لفات بالعدد، وكل لفة ليها سر، واحدة للرزق وواحدة للقوة وواحدة للإخلاص. ولو نقصت لفة واحدة أو الترتيب اختلف العهد ده بيبوظ والارتباط ما بيتمش، وكأن النار هي القاضي اللي بيحكم على مصيرهم في اللحظة دي. سيبك بقى من طقوس الجواز واللفة حوالين النار وتعال شوف مكر الغزالة اللي هتثبتك في ثواني. تعال بقى النهاردة أوريك أغرب أنواع الغزلان اللي موجودة في العالم، واللي بيسموه بباركينج دير عشان بيطلع صوت زي الكلاب بالظبط. والأغرب من كده إن شكله غريب، ولما هتشوفه هتفتكر إنه كائن فضائي. واللي هيصدمك بجد إن الغزال ده اللي اسمه العلمي مانتياك مش بس بيطلع صوت غريب، ده الكائن الوحيد في فصيلة الغزلان اللي عنده أنياب حقيقية زي السباع بيستخدمها في الدفاع عن نفسه. والفتحات اللي في وشه دي عبارة عن غدد ريحية بيفتحها ويقفلها عشان يحدد منطقته. يعني انت قدام كائن بدائي من عصور ما قبل التاريخ ولسه عايش وسطينا لحد النهاردة. سيبك بقى من مكر الغابة والحيوانات وتعال شوف مكر البشر اللي هيثبتك ويقلبك في ثواني. تعال بقى أوريك الخدعة اللي بيضحكوا بيها على الناس، وهي عبارة عن لعبة موجودة في أماكن كتير جدا. اللعبة دي سهلة وبسيطة، كل اللي عليك إنك هتحط العملة المعدنية على البرتقانة اللي موجودة في صندوق المية. والسر اللي هيصدمك إن البرتقانة أصلا مش متثبتة، وقوانين الفيزياء بتقول إن البرتقانة جسم كروي عايم على المية، يعني مركز الثقل بتاعه بيتغير مع أقل لمسة. وأول ما العملة بتلمس القشرة الناعمة والمبلولة التوازن بيختل فورا والعملة بتتزحلق. يعني اللعبة دي مستحيل تكسب فيها علميا إلا لو البرتقانة لمست القاع. سيبك بقى من مكر البشر وتعال شوف علاج إندونيسيا الغريب. تعال بقى أوريك أغرب علاج طبيعي موجود في إندونيسيا، واللي بيقولك إنه بيشفي من مرض شلل الأطفال. أيوة يا سيدي، الناس عندها اعتقاد إن رمال البحر بتشفي من المرض ده وبتسحبه كمان. والصدمة هنا إن العلم بيقول إن ده مجرد وهم، لأن شلل الأطفال مرض فيروسي بيصيب الجهاز العصبي، والرمال مهما كانت سخنة مش هتقدر تقضي عليه. لكن الأهالي هناك بيتمسكوا بالخرافة دي كنوع من العلاج الطبيعي البديل بسبب قلة الإمكانيات. فسبحان الله على أملهم اللي ملوش حدود. لو وصلت لحد هنا فأنت أكيد واحد من اللي بيحبوا يكتشفوا عجائب العالم. قول لي بقى في التعليقات، لو قدامك فرصة تجرب علاج الرمل في إندونيسيا هتعملها ولا هتخاف؟ وما تنساش اللايك المتين والفولو عشان لسه هنلف العالم سوا ونشوف حاجات أغرب بكتير في الفيديوهات الجاية. واستنونا في الرحلة الجاية. أشوفكم على خير وسلام.